وبحس برضو يعني كل لما نكبر شوية وكل ما نقعد مع نفسنا بنعرف نظبط ونصلح ونكتشف الحاجات دي اللي جوانا. يعني أنا بحس برضو لما نتجوز عشان هدف الجواز وخلاص، صح. المشكلة بتبدأ من هنا. هو الموضوع اويرنس كله، هو موضوع وعي. انت قد ايه واعي انت حاسس بايه، وانت عايز ايه، مم. وانت مشاكلك ايه. مم. الوعي ده في ناس بيبقى عندها 80 سنة ومش عندها، وفي ناس عندها 20 سنة وعندها. فهي في الفكرة انا بقيت مؤمن شوية انها مش سن، على اي ما قد ما هي ادراك ووعي بنفسك. صح. لانه احنا قادرين نحكم على الناس كل يوم، حتى من ثانية بنشوفهم فيها، بس يبقى في حتت بلايند سبوتس او حتت احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا. صح. فقد ايه انت عندك هذا الوعي. وعي على فكره، انا في ناس كتير جدا جدا في يومك العادي لو سالتيهم انت حاسس بايه دلوقتي، مش عارف يجاوبك. صح. حالا حاسس بايه حالا لسه دلوقتي. حاصلة معايا امبارح. مش هيعرف يجاوبك. فهي الفكره انت حاسس بايه. انا دلوقتي حالا حاسس بايه، انا دلوقتي حالا مش عارف. متعصب من ايه. وانا شايف ان الاكتئاب من اسبابه الكبيره هو ان انا حالا بكذب على نفسي كذبه ومش عارف اقفشها. ده سبب كبير من اسباب الاكتئاب. انا دلوقتي في كذبه، انا عايش انسان انا مش هو. انا بكذب على نفسي ان انا بقول انا مبسوط بده وانا مش مبسوط بيه. فالاكتئاب جزء طبعا في اكتئاب مرضي واكتئاب ليه دعوه بالكيميكالز وكل الكلام ده. طبعا. بس في انواع كتير اكتئاب هي قايمه على فكره ان انا حالا كاذب على نفسي كذبه كبيره جدا واستحاله اواجه نفسي بيها، او بدعي ان انا انسان انا مش هو. مم. انا من اهم اسباب آه، الطلاق بتاعي كان جملة تافهة جدا. انا كان عندي وقتها اكتئاب كبير، فكنت من الحاجات اللي بتفرج عليها عشان اريح نفسي نفسيا ذا كارداشيانز. انا لا عارف. يمكن لا يا يمكن كنت تتوقعيها. خلاص. اللذيذ في كارداشيانز ان انا كنت بتفرج دماغي فسي، مش لاقي كلمة أحلى، دماغي بتهدى جدا. إنه في ناس كل مشاكلها النهاردة إن حجم العضو الجسدي ده، ولا إن هم راحوا المكان ده، ولا الفستان ده شكله مش حلو. فده كان بيعمل لي نوع من المديتيشن كده، وأنا بتفرج على التفاهة دي كنت بحبها جدا. فوقتها كان كاني ويست متجوز كيم كارداشيان. كانت متضايقة إن الستيب فاذر هيعمل عملية تحول حاجة كده. فكاني قال لها انا بقول لك جمله تافهه ازاي عدت في حاجه تافهه بس خبطتني. مم. فكاني قال لها هو he's being himself. if I can't be myself with you we're through. فهو بيقول لها هو بيبقى الانسان اللي هو عايز يبقى ايه، Yeah. وانا لو مش حاسس ان انا الانسان اللي عايز ابقى معاكي مم. فاحنا مفيش مستقبل ما بيننا. فانا حسيت ان اوحش حاجه في الدنيا انك ممكن تبقى مع نفس على طبيعتك مع حد، ولما تيجي تخش البيت تضطر تحط ماسك او فالبيت هو المكان اللي بتقلع فيه كل الاقنعه اللي انت بتلبسها طول اليوم. صح. فانا كنت حاسس انه آه، آه، جزء كبير من الاكتئاب هو حمل الاقنعه اللي صح. بنحطها علينا، ساعات مع اقرب الناس لينا وساعات قدام نفسنا. انا شايف نفسي الشخص ده وبقنع نفسي بكده، وفي لحظه ما لا. عشان كده قد ايه الناس بتتكلم على، يعني مش عارف اتكلم في الموضوع ده ولا لا، بس يعني getting out of the closet، او ان الناس تقول هم مين، Yeah. اذا كان ميول جنسيه، او اذا كان افكار دينيه، او اذا كان اخطاء عملوها في حياتهم مش قادرين يقولوها لحد. أه. اللحظه اللي تقول فيها انت مين، او تقول فيها تعترف. عشان كده حتى في المسيحيه فكره الاعتراف دي بتعترف بتريح. كبير جدا. لان انت لما بتعترف بانت مين او عملت ايه من اخطاء او لحظه الاعتراف دي بيسموها كاثارسيس، او لحظه ان انت بتنزل عليك حمل كبير كنت شايله على كتافك بقالك فتره. صح. وده من اهم الحاجات اللي بتخليك تتجاوز اكتئاب او زعل. صح. وبحس كمان في لحظتها بتبقى بتكتشف انت مين. كل حاجة حواليك بتبدأ تغيرها، من منها صحابك، الشغل اللي انت بتعمله لو انت متجوز او انت في علاقة، الشخص اللي انت معاه، علاقتك بأهلك، علاقتك بأخواتك. بحس ساعتها بنبقى عارفين بالظبط. يعني انا مثلا عشان انا برضو كنت بوليد، من اكتر الحاجات اللي انا اكتشفتها كانت صعبة قوي في حياتي لحد مثلا من 3 سنين تقريبا. يعني انا دلوقتي 38 سنة، من 3 سنين ما كنتش فاهمة يعني ايه يبقى عندي صحاب. فكل مرة حد قرر يبقى my friend كنت بقول ماشي. امم كنت بقرب الناس قوي عشان انا كنت فاكره انه لو انا
صاحبة حد محتاجة اديهم كل حاجة، مبقاش في boundaries، مفيش اي حاجة. وكنت فاكرة ده المفروض يحصل، وكنت على طول متضايقة ومتوترة وعندي ستريس وانكزايتي رهيب مع كل العلاقات اللي انا معاها، عشان الاكسبكتيشنز كانت عالية جدا، عشان كنت بدي قوي 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 والاقي نفسي بيحصل لي كولابس بعديها ومش قادرة اكمل العلاقة بالشكل المستمر خالص. ومع الوقت لما بدأت اكتشف طب هو انا الباترن ده زي ما كان في باترن في الريليشن شيبس قبل كده، الباترن ده هو عمال اخش بنقرب كويس قوي قوي قوي، فجأة في خناقة، فجأة مش مبسوطين، فجأة انا مش مبسوطة، وبنبعد خالص عن بعض. ولقيت نفسي عشان انا ما اعرفش اصلا انا مين وانا عايزة ايه وانا بعمل ده ليه اصلا. طبعا كان جاي من ان انا عايزة validation و approval. واول ما ده كله، ولما انا واجهت نفسي قلت خلاص انا، ودي كانت اصعب من الريليشن شيبس على فكره، ان انا اواجه نفسي مع اصحابي، عشان انا كنت على طول بقول لنفسي لا على فكره انا I'm the best friend anyone can have. ليه؟ علشان انا بديهم كل حاجه. وبعدين ده كان غلط، يعني مفيش حاجه اسمها ان انت المفروض اصلا يبقى في حد في حياتك بتديه كل حاجه بالشكل ده. حتى مع اهلك لازم يبقى في باوندريز مريحه ليهم ومريحه ليك انت كمان. صح. فاول ما بدات احط افهم انا بجد إيه اللي اقدر اديه، وانا صاحبتي او صحابي المفروض يبقوا معايا في حياتي بشكل عامل ازاي، وبدات احط الباوندريز دي وابقى اونست مع نفسي، لقيت نفسي كل حد في حياتي بدا يتغير. في ناس فضلت عشان كانت بتقبل اللي انا كنت محتاجاه برضه، وفي ناس قالت لي لا خلاص يعني احنا مش صحاب anymore وانتي اتغيرتي ومع السلامه وخلاص. بس بدات احس ان انا في حياتي قاعده مرتاحه، صح. مش حاسه ان انا قاعده على طول في موقف توتر وستريس رهيب، ودي محتاجه مني ايه وده محتاج مني ايه ومامتي وبابايا محتاجين مني ايه واخواتي. لا، وانا بقعد مع الناس اقول لهم يا جماعه ده اللي انا هقدر اعمله. لو في مصيبه طبعا هدروب واجي لكم على طول، بس في حياتنا الطبيعيه العاديه انا شخص كذا وده اللي انا محتاجاه منكم، انتوا محتاجين ايه مني، هنلاقي ميدل جراوند. برضو فكره الكوميونيكيشن مهمه قوي. واول ما لقيت ان انا عارفه اعمل ده، كل حاجه في حياتي اتغيرت، حتى علاقتي بشغلي اتغيرت، والاحتياجاتي في شغلي والحاجات اللي انا عايزه اعملها في حياتي كلها اتغيرت برضو. انت حاسس انه يعني لما بدأت تكتشف انت مين وتتغير ويبقى عندك الاويرنس دي، طبيعة شغلك اتغيرت، او طبيعة النوع الافلام اللي انت بتختار تعملها اتغيرت؟ طبعا، بس انا عايز اعلق على اللي انت قلتيه في حاجه، امم. انه جزء اعتقد من النضوج هو آه تجاوز الرومانسيه. بمعنى ان في رومانسيه بمعناها الشاعري، مش بمعناها الحب راجل لست. بمعنى احنا عندنا تعريفات شاعريه جدا بزياده لحاجات معينه في الحياه. بمعنى ان احنا شايفين ان الصداقه معناها انك تدي، مثلا الصداقه دي معناها، او الجواز ده معناه، او علاقه الاب بابنه دي معناها. صح. فبتدي معاني معينه شاعريه زياده، فتخليك بتحبط في الحياه جدا. يعني زي ما تبقى عندك تعريف شاعري للعداله، ان العداله معناها ان انا لو عملت غلطه النهارده هتعاقب عليها بعد شهر. مش لازم، في ناس بتعمل غلطات ما بتعاقبش عليها على فكره. صح. فجزء من النضوج انك تدرك ان الحياه مش عادله كده، وانها مش رومانسيه كده، وان الصداقه مش منزهه كده. فجزء كبير من صلاح العلاقات الانسانيه هو ادراك ان مهما ادعينا انها علاقات فيها ايثار وفيها عطاء، هي علاقات ترانزاكشنال، فيها بالانس شيت، فيها انا عملت لك ايه وانت عملت لي ايه. حتى لو اب وابن، حتى لو ام وابنها، حتى لو جوز ومراته، حتى لو صديق وصديق. في اللحظه في اي علاقه انسانيه اللي الشخص هيحس فيها انه بياخد اقل او ادى زياده وما خدش مقابل لده، مهما كنا عاملين فيها ان احنا ما بنحسبش، في آلة حاسبة في دماغك صح. بتقول قد ايه العلاقة دي البالانس شيت بتاعها او الميزانية بتاعتها مظبوطة. انا زي ما اديت زي ما باخد. ولو قعدت في فترة طويلة بتدي اكتر، وجا في لحظة اللي قدامك ما عملش رد الفعل اللي انت متوقعه، بتقوله زي ما انا اديتك. وعشان كده اكتر حاجة بتتقال في العلاقات انا عملت لك واحد اتنين تلاتة. صح. لان غصب عنك مهما ادعيت ان البالانس شيت او الميزانيه دي مش موجوده في دماغك، لا هي موجوده في كل علاقه انسانيه. مم. فعشان كده من المهم جدا انك تبقى عارف ان العلاقه دي انا هديها ايه وهاخد منها ايه. انا راضي بالميزانيه دي من الاول ولا لا؟ صح. انا راضي. حتى لو علاقه، بقول لك اللي هي اكتر علاقه منزهه في الحياه، علاقه ام ببنتها او ابنها. الام اكتر دور في الحياه قادر على العطاء، بس هو بيعمل العطاء ده وغصب عنه في دماغه في ميزانية آلة حاسبة بتشوف الولاد لما هتحتاجهم يعملهم كذا ولا لا.
صح. ولما بيحس انه لانه قاعد يستثمر مثلا اول 20 سنه في حياه الطفل. ايوه اكتر كمان. ايوه، وبيستنى ان الطفل يبقى على الاقل مقدر ده ومستعد يدي في المقابل. مم. فلما عشان كده الامهات اكتر ناس بتحبط في اولادها لما صح. يقولوا احنا هنتجوز جوازه انتوا مش عايزينها، ولا هنشتغل شغلانه انتوا مش عايزينها، ولا هنختار حياه انتوا مش عايزينها. ازاي انا عملت لك كل ده، ازاي ما بتدينيش؟ ده يدل ان اكتر علاقه منزهه اللي هي علاقه الام هي ستيل علاقه فيها الميزانيه موجوده. فمهم جدا في الحياه ان احنا نكسر شاعريه الاشياء اللي اتقالت لنا واحنا اطفال. لا، الحياه ساعات ما بيبقاش فيها عدل، الحياه ساعات ما بيبقاش فيها ميزان، الحياه ساعات ما بيبقاش فيها عطاء بلا مقابل. لا، دايما اي عطاء في الدنيا منتظر مقابل. صح. اللي عكس كده هو الاستثناء. بس بس العادي ان ده في صح. اي جواز احنا لازم نتاكد انه وين وين سيتويشن، احنا الاثنين هنكسب. اي صداقه لازم يبقى فيها ده. إجابة بقى للسؤال اللي سألتيه بتاع قد إيه اتغير أنواع أفلامي وأنا بكبر. أنا انا بسأل السؤال ده علشان انا بحس ان لا، احنا كمجتمع عامه مش بس هنا عندنا في مصر او في الشرق الاوسط، في العالم كله بندي اهميه اكتر لشغلنا، ومش بندي اهميه خالص لنفسنا، ان احنا نكبر، عشان مش فاهمين انه لما انا اكبر طبيعه شغلي هتتغير، صح وشغلي هيكبر. لو انت عندك بيزنس وعرفت صح كل ده هيتغير معاك عشان انت اللي اتغيرت. صح فعامه كل حاجه في الحياه بتبدا من عندي انا، وبعد كده اي حاجه تانية انا عايزه اعملها في الدنيا صح بتتغير معايا وبتكبر وبتبقى احسن طول ما صح. انا بتغير وبكبر. أعتقد في أصل الموضوع رجوعا للي كنا بنتكلم فيه، هو لو الشغل المكان الوحيد اللي بيديك السنس اوف فاليديشن او البرافو اللي انت مستنيها في الحياه، لو الشغل بيديلك اكتر من الحاجات التانية، هتلاقي نفسك من غير ما تدرك بتروح للشغل على حساب كل الحاجات التانية، لان ده المكان اللي بيقول لي برافو. حصلت معايا. فهو المكان انت بتروح للحاجه اللي بتكافئك وهتسيب الحاجه اللي بتعاقبك. فاللي بيكافئني في الحياه هو الشغل. فتلاقي نفسك وصلت لاخطر مرحله في الشغل. انا مم. اخطر حاجه لما تبدأ تعرف نفسك كإنسان بشغلانتك. أخطر حاجة بإن عمرو مخرج، ودي أهم حاجة بتوصف عمرو. لما حد هيسألني أو أنا هتكلم مع نفسي حتى أقول مين عمرو، عمرو مخرج. فمعناها إن أنا وصلت للنقطة بتاعت إن أنا وشغلي واحد. دي مصيبتها الكبيرة إيه؟ أنت لو عملت فيلم وحش فأنت إنسان بلا قيمة، لأن أنت شغلك. فانك توصل لنقطة انك تعرف ان شغلك ده جزء منك او شيء بتعمله، ما هواش بيعرف كيانك كله. ده جزء مهم جدا في حياة الانسان. انا دلوقتي كوني مخرج ده شيء، بس انا مش مخرج بس، انا مخرج وانا صديق وانا زوج وانا حاجات تانية كتير. كان في فيلم عملته حصل كده معاك فيه؟ طبعا طبعا، انا عندي فيلم معين عملته في حياتي لما ما نجحش النجاح اللي احنا كنا منتظرينه وعمل رد فعل سيء جدا. انا وصلت لمرحله إن حسيت كياني كله بلا قيمه، حسيت ان انا مش عارف ابص لنفسي. يعني حاسس ان هدفي في الحياه انتهى، لاني ما عرفتش افصل ان ده شيء انا عملته لا يمثلني. هو شيء هو بيمثل المجهود اللي انا حطيته فيه صح. والاختيار اللي انا اخترته فيه. فهو مش انا. فانا وده على فكره اللي كسر النارسيسيزم، اللي كسر الغرور، هو انك تدرك ان ما خرج منك ليس انت. صح. خلاص، انت النهارده لو خرج منك شيء كويس ده مش معناه انك عبقري، ده معناه انك عملت حاجه صح. صح. ولو خرج منك شيء وحش ده مش معناه ان انت وحش، ده معناه انك عملت حاجه غلط. ففصلة مخرجاتك عنك ده مهم. ف ف آه، آه، وانت بتتكلم انا